لكن نهار في سمر من أسمارنا بمناسبة قلنا هذه كيف المتزركن وثقيل الروح. ثم ناس كاتبونا قالوا بربي يحكي لنا هذه حكاية سي المتزركن وثقيل الروح. حكاية المتزركن وثقيل الروح قال لك واحد تمار. التمار ما هو هاك اللي يبدا عامل حوينته ويبيع في التمر وفي الرايب والزبدة والبن والبرقدان والليم واللمسية والقسطل وكل فصل وفصله. كلمة اسم التمار بدا يدثر شوية ما عادش تقال ياسر. هذا يا التمار هذايا كانت كارلي وعنده طبيعة ركيكة ويتزركن ياسر ويشد في الحاجة ما عادش يسيب. انهار اهبط الفندق الغلة باش يسلع. تقول انت هو عنده حانوته في باب جديد ولا غيره. زمان شتا كيف توا اخذاه حمي الليم وبرقدة. في هاك الزمان هذاك ما كانتش الكاميونات ولا شمنديفيرات تجيب السلعة، كانوا الناس يجيبوا على الزوايل على البهايم كمكم الله ولا على الجمال. واحد فلاح جاي من الدخلة جايب كما تقول انت 3 ولا 4 بهايم كل واحد عليه حمل برقداء. خذاه هو منهم حميل وتباع وتشراو في السوم ورجع للحانوت والاخر في جرته وسوق في بهيمه وجايب له السلعة. وصلوا هبطوا حاسبوا دفع له فلوسه، لكن قعد قفصي ما عادش عنده فلوس. اتبقى هاك القفصي هذاك كما نقولوا توا مليم. قالوا برا نمشي يعمل دورة حتى نستفتح ويجي خذ متاعك. قالوا مليح ما تو نرجع لك. وساق بهيمه ومشى حطه في الفندق مع البهايم الاخرين نتاعو. وسي التمار بدا يرصف السلعة نتاعو ويختار الخشين مع بعضه والجويد مع بعضه والكعبة المضروبة يحط هاك الجهة المضروبة من اللوطة يغطيها والخد الأحمر البريمة هذاك على برا ومنين ترى العين منين تاكل. ومنها قال توا هالدخلاوي هذا ما يحشمش شاد فيها القفص نتاعه كأنه قداش يا أخي ومش يجي باش ياخذ زاد والله ما يطيح له على الكاكتو. تو ما شافش الكاكتو هو. وفي عوض اللي يقعد يخدم على نفسه ويبيع سلعته وكيف يجي الراجل اللي يعطيه متيعه سكر الحانوت روح للدار. الاخر عمل دوره وجاء قال الحانوت مسكره. اي مشى على نفسه ورجع الحانوت باقي مسكره. قعد يغيب ربع ساعة نصف ساعة ويجي يلقى الحانوت باقي مسكرة يمشي على نفسه. حتى عشات العشية يلزم يروح النهار راح عليه. جاء قدام الحانوت وقعد. أما اللي الأحوال انت اللي ثم يشوفوا فيه نهار كله هو ماشي جاي ومنها تلطخ وقعد تميكا. قالوا يا ولدي تشبيك ما لاباس. قال مولا هالحانوت نسالو فلوس. قالوا له راهو من الصباح سكر الحانوت ومشى. قال هكا عطل فيا لو كان راني توا وصلت للبلاد. قال له واحد اعتبر انت يمشي له للدار. نعتوه شد الثنية وصل للدار. دق اشكون؟ قال انا مولا حمل البرقداء. الراجل ملي دخل في الصباح تمد في الفرش ورقد. قالت له امراه يا ولدي هذا هاو واحد جاي يدق. قال مولا حمل البرقدان. قال لها قل له مريض. قالت له كيفاش مريض؟ قال لها قل له مريض ياسر. خرجت له يا ولدي قالت له راه مريض لا باس. قالت له تسمع الخير جاء في الصباح وجهه اصفر كيف الليمونه. قال هو في الحانوت وحس دال اللي ما قدرش عليه بالسيف نوصل للدار. قالها وشني احواله تو؟ قالت له يا شو وش متاع حكايه. الاخر قل له سوق بهايمك وبرا روح واعمل خليفتك على الله في ذاك القفصي. لا مشى للفندق زاد كرابيت وتعشى عند الفوال وشرى للبهايم شكرة بن وصاعين شعير وبات في الفندق.
عالف جاري وهو خارج مشى يدق على دار سي تمار. قالت المرأة لراجلها: هاو مولا بالحمل البرقدان جاء يدق، مش نقول له انا تو؟ قال لها: البزرة شد فيا مسيب. قالت له: انت يعطيه متاعو، قاعد معطل نفسك على هالقبسي وسلعتك في الحانوت قاعد تفسد، البرقدان توا يخماج والبن توا يميس والجبن ياكلوا الفيران، هذا الكل باش ما تدفعلوش هالقفص نتاعو. قالها: والله ما يشوفوا لو كان يبوس عينه. هي قالت له: هاو قاعد يدق ويزعس في الباب، اش نعمل له هذا؟ قال: قول له مات. شو كيفاش مات؟ قال لها: قول له مات. شنو كيفاش مات؟ كيف نموت نهار اخر يا اخي؟ عمرك ما سمعت بواحد مات؟ قل له مات شو مدخلك؟ اي صيح. قامت الصيحه خاشع المحل. الاخر زاد في الدقه، خرجت: يا بنتي. قال لها: مولا باس. قالت له: مات وعوينت يا مات. قال لها: يا خويا يا عشيري يا حريفي تراه بعد خلينا ندخل. قالت له: استنى. ودخلت. قالت له: هيا افرح، ها قال لك داخل ايش باش تعمل توا؟ قال لها: اجبد لي سوريا سبلني فيها وهات لثمني بتقريطها وارمي عليها ملحفه وخليه يدخل، توا يلقاني ميت مش على نفسه. جبدت عملت له كل ما يلزم ومشات حلت الباب دخل الراجل. من عتبة باب البيت بدا يصيح ويجولح، عمل طاروح مهم كيف الشابة العدالة، ومنها طبس عليه قلبه، هز وحط وقعد وقلبه. الاخر رامي القاتله. قال: هاي يا اختي، هاي خلي طرف ما خليني نغسله ونكفنه، احنا عاطين قلة السماح لبعضنا، اللي يموت الاولاني الاخر هو اللي غسله ويكفنه. اش مش تعمل المسكينه؟ مشات سخنت الماء، جابت له الماء السخون والماء البارد، هاك السخون يغلي ويفرق، املص فردة من باب البيت سبلوا عليها وغرف طاسة من هاك الماء السخون وطرشوا بها قرح، قالوا قفصي. ومنها غرف من هاك البارد من الماجل بعد سخون يظهر كأنه خارج من الفريجيدير، وفي أي نار تعرف وقت برقدان، وصب عليه هاك الطاسة هذيك قال قالوا القفصي. وعمل في عذاب وصرعه، ردوا أحمر كيف كعبة التريليا روجي دراش، نودكم ولا شهيكم وانتم مش مشتاقين. ومنها جبد الكفن وهو يخيط ساعة يغيز له لبرة في لحمه ويقول يقول القفصي. أي ما نطولوا بحديث، جاو القرة قراو، جا النعش تهز خرجت فينا. هاو عندهم سبل في هاك البلاد هذيك، كيف ما يعملوا الفرنج اللي ولاو الميت ما يدفنوش في نهاره. عندهم داموس في الجبانة، الميت اللي يخلط يسبلوه ثم يبات ليلة، من غدوك يجي القبار يدفنوه. رماوه مع الموت متاع هاك النهار هذاك في الداموس ومشاو. عشات العشية اتقعد وبدا يحضر في نفسه باش كيف يطيح الليل وتظلام الدنيا يخرج ويروح لدارو. لكن هو هكايا وسيمون البرقدان باقي مش مسلف في القفص نتاعو جاي. هو داخل الداموس والاخر شافه كان قاعد عاود تمد وقطع نفس. الاخر جا في طريقنا وقعد، قعدوا هكايا، واحد ممدود والاخر مقعمز يخزر له حتى تقريبا نصف الليل. هاولا 40 سارق وزميمهم ليلتها سرقوا الخزنة متاع السلطان، وين يقسموها جاوا لهاك الداموس هذاك، صبوا هاك الأموال في وسطهم وقعدوا يقسموا، هذا ليا وهذا ليك، هذا بايك انت يا فلان، هذا ليك انت يا فلان. سي الميت ما هو ملفوف في ملحفة، والحال اشتاء أي النار كيف ما قلنا، وهو مسبول في القاعة، ابرد استنزل عطس. تلفتوا هاك السراق مفجوعين، شكون عطس؟ هالعطس هذه جت من قاع الداموس. كيفاش؟ الموتى يعطسوا
تفجعوا بداو اعفس فيا ونعفس فيك، هربوا خلاو الملمه اللي ثم. قال له قوم نقسموا. يا مكتوب العجب، اتقاعد سي اللي كان ميت، شمر الكفن متاعه، وجاو داروا بهاك الخيرات هذيك وبداو يقسموا في قسم دخيان. كيف كملوا قالوا يا والقفصي ما تنسى ما تحدث. يزي قال له انت شديت مسيبت في القفصي المحنون متاعك، خذ. هاو هاك السراق كيف هربوا في الثنية رجع لهم شاهد العقل قلاق يا جماعة، شو الهبال هذا؟ هذوما موتى واحنا هاربين منهم. هو الميت يقوم ولا يعطس اللي كح، اي يرجع يا ناس يزيهم الهبال. ورجعوا، لكن كيف قربوا للداموس وقفوا. شبيكم؟ قدموا. قال لا يا سيدي، شكون يعرف؟ واحد منهم قوى قلبه وقال هاو نمشي انا، نمشي نطل. هو وصل للباب الداموس وطل، ويلقاهم اثنين قاعدين، وسمع في واحد منهم يقول قفصي، والاخر تلفت لوراه ورمى يده وجات قد على الشاشيه نتاع السارق، اخطفها ومدها له وقالوا هاو هالشاشيه هذه في عود القفص نتاعك. يا سيدي مثقل روحك، عزوزه وشد سارق. الاخر رجع يجري لجماعته وترماه دايخ ما في عينه بلا. اعطوه كفوف طشوه بالماء فاق. قالوا ما اش تخرفوا انتوما؟ الموتى الكل متاع الجبانه قاموا وقاعدين يقسموا في الفلوس متاعنا، قفصي على الراس راهو، وما زازتهمش الخزنه الكل. قعد واحد ما خذاش باي، فكل شاشيتي عطاوها له باش سكتوه.